تمتم صاد انت وغاك مات والمتن الدار لكنها الآخرة. لقد أصبحت كلمة الترجي مرادفة لكلمة الهوغار وملتصقة بها. هذه الجبال ذات الأشكال البديعة والمناظر الجميلة هي فضاء الرجل الترجي الذي يتحرك فيه والملجأ الذي يحتمي به، وهو إقليم نشاطاته اليومية ومصدر إلهامه وفضاء أحلامه. إن الهوغار هو هذه الكتل الجبلية التي تقع في الركن الجنوبي الشرقي للجزائر. به أعلى قمة جبلية في البلاد هي قمة طهات ب3003 أمتار. يقول ابن بطوطة الذي زار المنطقة سنة 1350 ميلادية: ووصلنا إلى بلاد الهوغار وهم طائفة من البربر الملثمون. ويضيف: وسرنا في بلاد الهوغار شهرا وهي قليلة النبات كثيرة الحجارة طريقها وعر. يقال أن النقوش الموجودة بهذه الجبال تعود إلى حضارة إنسان بدائي عرف باسم إصابة الذي عاش في العصر الحجري الحديث، وقد كان يتكلم لغة تسمى بتماشاق القديمة، ولها استمرارية في اللغة التي يتكلمها التوارق حاليا. والتوارق هم امتداد لتلك الشعوب القديمة، يعرفون بإيموهاغ نسبة إلى اللغة الترجية التي يتكلمونها تماهاغ التي تكتب بحروف تيفيناغ. وقد أرجع ابن خلدون أجداد التوارق إلى الصنهاجيين وسماهم بصنهاج الملثمين، ويقول عنهم: هم الموطنون وراء الرمال الصحراوية بالجنوب، اتخذوا اللثام تميزا بشعاره بين الأمم. سنين هم متوارق قالوا في القول، يقولوا الناس الكبار يعني باللي جات كي جات من تما قعدت في تما في أبلسة هي وتكما، واحدين يقولوا صاحبتها واحدين يقولوا خدمتها، وسكنوا تما. ولادهم يقولوا خارجين منها كالغلا وتايت وقتين هنا خارجين من بناتها قالوا، وتكما قالوا خارجين منها دقغالي وايت لوين وكلانت. يقول ابن بطوطة: هم قبيل من البربر لا تسير القوافل إلا في خفارتهم، وهم رحالة لا يقيمون. ولكن رغم هذا يبقى الاعتقاد السائد لدى أغلبية التوارق هو انحدارهم من امرأة تعرف باسم تنهنان، فهي جدتهم الأولى، ويستشهدون على ذلك بأدلة شفوية وأخرى مادية. في عمق الأهجار يوجد هذا الضريح الجنائز الذي يرجح الباحثون إلى تنهنان. هذه المرأة هي جدة التوارق، منها تبلورت ثقافتهم، وحولها وضعت علاقتهم الاجتماعية، وحدد الدور المخصص للفرد والقبيلة بينهم. وهو داسي ونهيان والدور يتريد والدور يتريد وريد هذا الطريق ستر وسيس الضارب والنفول الهندس مراد. على بعد حوالي 80 كيلومتر من مدينة منراست توجد مدينة فلاحية تمتاز بخصوبة أراضيها وتدفق مياهها. هذا ما ساعد سكانها على الاستقرار والقيام بالأعمال الفلاحية. سكانها ينتمون لمجموعة من القبائل أغلبهم من قبيلتي تيطوق وكلغال العريقتين. هذه المدينة هي مدينة أبالسة.
الجهة الغربية لوادي أبالسة وعلى ارتفاع 914 متر توجد بقايا بناية من الحجر الجاف، هي ضريح ملكي ينسب إلى تنهنان. هذه الآثار تحتوي على 11 غرفة ورواق هم السجل التاريخي لأصل التوارق ومنبع جذورهم الأولى. في سنة 1925 قامت بعثة أمريكية فرنسية لأول مرة بالحفر في الضريح الذي كان عبارة عن كتلة ضخمة من الحجارة كانت تعرف برجم لدى السكان المحليين. تحت البلاطات الكبيرة من الغرفة رقم 1 اكتشف الهيكل العظمي المنسوب لتنهنان. كما اكتشفت خارج الحصن مجموعة من القبور يعتقد أنها لخادمتها تكامات والعبيد الذين رافقوها في رحلتها من تافيلالت. إلا أن منطقة الأهجار تزخر بالكثير من هذه القبور الضخمة، وإن كانت أقل شأنا سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية المعمارية. قبل اكتشاف الضريح الجنائزي لتنهنان صدرت العديد من القصص والأساطير التي تطرقت إلى هذه الملكة وكنوزها في منطقة الأهجار. فقد تكلم عنها هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، ورويت عنها العديد من الحكايات العجيبة، أشهرها قصة الأطلنطيد لبيير بونوا الفرنسي التي صدرت سنة 1918. فقد جاء في قصته الخيالية الأطلنطيد أن ضابطين فرنسيين سجنا عند ملكة أسطورية منحدرة من الأطلنط وتعيش في قصر وسط الهجار. وإن كانت أنتينيا شخصية أسطورية خيالية لدى المؤلف، إلا أنه تم اكتشاف ضريح تنهنان 6 سنوات بعد ذلك. أما قصة تنهنان التي يرويها توارق فهي أسطورة أخرى ترى أن تنهنان كانت امرأة مسلمة تركت تافيلالت، وهي منطقة في جنوب الأطلس المغربي، أين ولدت وجاءت نحو الهجار مصحوبة بخادمتها الأمينة تكامات ومجموعة من العبيد. الأسطورة المعروفة هي اللي تقول لك تنهنان هي امرأة بربرية من جهة تافيلالت في الأطلس ماروكا، جات هي والخادمة تاعها اللي اسمها تاكامات، جاو ما يقولوش علاش جاو في الأسطورة، ما الظروف اللي خلاتهم باش يتنقلوا من هذيك البلاد حتى كي لحقوا لهنا الهجار لقاو تقريبا بلد منعدم من السكان، كاين غير واحد الجماعة كانت في وسط لاطاكور، هذيك الجهة اللي اسمها الطايسة، هاد الناس كانوا يسموهم إصابات. كانوا قال لك هاد الأسطورة واش تقول بلاد الناس كانوا متخلفين وكذا. تنهنان استقرت هنا في الهجار في منطقة أبالسة، وين تما دفنت التم باراسويت، وهي كيش يقولوا الأم توارك النوبلة للأهجار. يقولوا الناس الكبار يعني باللي جات كي جات من تما قعدت في تما في أبالسة هي وتكما، واحدين يقولوا صاحبتها، واحدين يقولوا خدمتها، وسكنوا تما. ولادهم يقولوا خارجين منها كي الغلا وتايت وقتين هنا خارجين من بناتها قالوا، وتكما قالوا خارجين منها دقغالي وايت لوين وكلانت. قصة تنهنان هي قصة أسطورية محضة. كيف بدأت؟ القصة الأسطورية
كانت بدايتها أول شكون وضعها الأسس نتاع القصة الأسطورية هو المؤرخ هيرودوت، الذي تكلم عن الأهجار وأعطاها أوصاف خيالية وقصة مبالغ فيها إلى حد كبير، حيث ذكر في أحد الفقرات يعني من القصة ذكر أن هناك منطقة الأهجار منطقة واسعة، وذكر بأنها منطقة بها من الذهب كذا وكذا، وذكر أن جبالها تلامس السماء، يعني نوع من البلاغة. إذن هذه القصة وفيها قصور وكذا وكذا. وبعد ذلك تأثر بالقصة، من تأثر بالقصة المؤلف القصصي بيير بونو، هو كذلك ألف قصة لا تقل خيالية إن صح التعبير عن عن الأحداث التي ذكرها هيرودوت، قصة الأطلنطيد، وهناك الملكة أنتونيا وكذا، والقصر المبني الذي بناه الروماني جالوتا وكذا. إذن من هنا هذه هي الأسس الأساسية لقصة تنهنان. بعد ذلك عرفنا احنا قصة تنهنان، كيف عرفناها؟ عرفناها عن طريق ريغاس، وأحد سكان منطقة الأهجار اللي نحى يعني كلمات وما قيل عن القصر الموجود الخيالي، هو عبارة كان خيالي الموجود في منطقة الأهجار، نسبه مباشرة دون أي بحث، دون يعني أبحاث ولا حتى يسمي، هناك ما كانش أبحاث، نسبه مباشرة الأحداث إلى تنهنان. فقال تنهنان هي ملكة الصحراء، ملكة التوارق، وهي النسب الأسطوري لسكان الأهجار. هي قصة خيالية أسطورية. تنجار لكنها الأحرج مقام نجماي دكرا بطران تبراضن تان مجري. هذه بقايا قلعة مبنية فوق هضبة على ضفة وادي أبالسة، تم اكتشافها أي البناية من قبل مجموعة من الباحثين الفرنسيين سنة 1924، كما تم اكتشاف الهيكل المنسوب لتنهنان مع مجموعة من الحلي في الغرفة رقم 1 المتواجدة في الزاوية جنوب غرب البناية سنة 1925، وهو نائم على الظهر متوجه نحو الشرق. وفورا بعد الاكتشاف في سنة 1926 نقل الأثاث الجنائزي والهيكل إلى نيويورك ليعرض هناك، وفي سنة 1934 نقل إلى باريس. ومعظم القطع المكتشفة والهيكل توجد حاليا بمتحف باردو بالجزائر العاصمة. معلم تنهنان هو معلم منفرد في الأهجار ومميز في الصحراء الوسطى كاملة. في الأهجار يعتبر كالشاهد الأول عن وجود فن العمارة في هذه المنطقة، لتجهل فن العمارة واللي السكان تاعها كانوا يعرفوا بأنهم رحال. وكذلك مميز قلنا في الصحراء الوسطى كاين بعض أجزاء المعلم عندهم فضاءات اللي تشير إلى أصناف غير موجودة في الصحراء الوسطى، ولكنها موجودة في الشمال الإفريقي، وكذلك نقدر نقولوا موجودة كاع عبر شريط البحر الأبيض المتوسط. هذا زيادة إلى الجانب المعماري. هذا المعلم مرتبط بشخصية تنهنان الأم الأسطورية للقبائل النبلة في الأهجار، وكذلك إلى الكنز الذي وجد خلال الحفريات التي قيمت في 1925 من طرف بعثة فرنسية أمريكية. الدراسات اللي قمنا بها على المعلم لحقنا بها إلى نتائج جديدة كانت غير معروفة في الماضي، حيث في الماضي كانوا يقولون لهذا المعلم كان معلم جنائزي، وأمثال المعالم الجنائزية اللي موجودة في الشمال يسموهم لي مونيمون فينيرار ديامبولاتوار، اللي لقاوهم أما في الطومبو دلا كريتيان أو في إمادراسن أو خاصة في الجدار تاع تيارت. إذا قلت الدراسة اللي قمنا بها سمحت لنا باش نلحقوا نتائج جديدة، أن هذا المعلم كانت عنده عدة وظائف عبر التاريخ. في البداية أصلا هذا المعلم كان عبارة عن حصن أو كما يسمى أي قصبة، وكان الموقع تاعو في أبالسة فوق جبل أبالسة، وكان
على ضفاف واد أباليسة اللي كان منطقة عبور للقوافل. كان عنده موقع استراتيجي في هذا المكان. المرحلة الأولى وين كان هذا المعلم كان حصن قصبة، صارت فيها تحويلات لداخل، وهذه التحويلات خلوها باش تكون عطاو لها التحويلات، رجعوها هذا المعلم عنده هندسة تاع المعالم الجنائزية اديومبيلاتوار. واش داروا؟ كاين الباستيون نورويست، كاين باستيون فتحوه، نحاو هذاك المور انتيريور تاع الباستيون وداروا سورت دو كوريدور ان كولوار ممر وين قادر الزائر اللي يزور هذا المعلم الجنائزي كي يدخل يدور على هذيك الغرفه الجنائزيه بلا ما يعاود يولي على رجليه. هذا هو البرانسيب تاع لي مونيمون فينيرار ديومبيلاتوار. واش داروا الناس اللي عاودوا هيكله هذا المعلم؟ فتحوا ممر وراء الغرفه الجنائزيه، وكذلك فتحوا باب في الغرفه الجنائزيه وين تخلي الانسان اللي يزور هذا المعلم عنده عده طرق باش يدور على الغرفه الجنائزيه. حفريات ولقاو الهيكل تاع تنهينان، ولقاو الكنز تاع تنهينان للداخل والقبر، هذا شيء معروف. كانت وظيفه ثالثه لهذا المعلم، وهذه الوظيفه عاود تصبح كحصن لمره ثالثه وين هذاك الممر نشوفوه كاين حيط بالطوب غلقوا هذاك الممر، وهذيك الباب تاع الغرفه الجنائزيه عاودوا غلقوها من جديد. هذه المرحله الثالثه. وكاين نقدروا نقولوا ان كاتريام اكسيون وين هاد لو مونيمون اللي هو تردم تغطى كاع بالحجر، ونهار كي داروا لي فوق لقاو دي طراس تاع الحريق تاع الخشب اللي كانوا يستعملوه باش يسطحوا الغرف هذيك. هذوك لقاو دي طراس دو بوا كالسيني. دونك شغل ce qui nous amène à émettre l'hypothèse suivante que donc le monument a été incendié et même détruit. Vu donc le monument comment il était, donc quand نشوفوا التصاور تاع avant la découverte تاع المونيمون نشوفوا بلي الناس ما كانتش على بالها بلي هذا المونيمون عنده هندسه هكذاك للداخل، كان عباره عن جبل. دراسة الهيكل العظمي والحلي وما وجد معهما يلعب دورا مهما في تاريخ المنطقة، فهو يحدد الفترة الزمنية لهذا الحصن ويبين بالتدقيق الخصائص المميزة لتلك الفترة والدور الذي لعبته المنطقة في ذلك الوقت. وحسب كتيب كنز تنهينان الصادر عن متحف باردو سنة 1984 فإن عادات الدفن في الضريح والمقبرة لا تشبه العادات الجنائزية الإسلامية، بل هي سابقة للإسلام. كما يشير الكتيب إلى أن التأريخ بواسطة الكربون 14 على قطع من الخشب التي وضع عليه الهيكل ترجع لسنة 470 ميلادية. الغرفة الجنائزية التي لقبت بالغرفة رقم 1 والتي عثر فيها أو عثر في تحت أرضية الغرفة هذه على مدفن تنهينان. عثر على الهيكل العظمي للأميرة، وكانت ترتدي 7 أساور ذهبية في اليد اليمنى، عفوا في اليد اليسرى، و7 أساور فضية في اليد اليمنى. وقد عثر على أسورة فضية تحت الكتف الأيمن، وعثر كذلك على جواهر من ذهب ومن أحجار مستمنة متبعثرة فوق جسمها. كما عثر على بقايا جلدية على صدر الهيكل العظمي، ويعتقد أن هذه البقايا الجلدية هي بقايا لفستان جلدي كانت ترتديه نساء التربيات منذ التاريخ القديم. هذه الجواهر لها تأثيرات إفريقية وتأثيرات متوسطية. مثلا الأساور الذهبية لها تأثيرات من النيجر. لقد عثر في الأساور الذهبية والفضية كذلك، لأنه عثر في أجاداش في النيجر على أساور برونزية لها نفس الزخارف، وهذه الأساور تعود إلى الفترة البرونزية،
يعني إلى فترة فجر التاريخ. بينما الحلي الأخرى الذهبية مثل القلادة الذهبية أو البصمة النقدية فهي لها تأثيرات متوسطية. لماذا؟ لأن مثلا البصمة النقدية الذهبية لقد ضربت في عهد الإمبراطور قسطنطين الأكبر الذي حكم في القرن الرابع بعد الميلاد. بينما القلادة الذهبية فهي تشبه بكثير تلك القلادات التي كانت تستعمل في العهد الروماني في البحر الأبيض المتوسط. هناك حلقة برونزية نعتقد أنها لها توجد عليها أشكال يعتقد أنها حروف تيفيناغ، لأنها تشبه بكثير الحروف التيفيناغية، ولكن هي مجهرية. نستنتج أن تنهنان رغم أنها حسب المعطيات الأثرية عاشت في القرن الرابع الخامس بعد الميلاد، أي في الفترة الرومانية. رغم هذا فإن ثقافة الشعب المنطقة كانت متمسكة بالثقافة القديمة لفجر التاريخ، ثقافة الدفن، ثقافة ممارسة الطقوس الجنائزية. رغم هذه الدلائل المادية ورغم تأكيد المؤرخين على وجود ملكة لتوارق في الهجار، إلا أنه ما زالت بعض الآراء تشكك في ذلك، وما زالت الدراسات الأثرية لم تصل بعد إلى النتيجة النهائية في معرفة صاحب الهيكل، وهل هو حقيقة هيكل تنهنان التي ذكرها ابن خلدون في مقدمته، والتي أسماها تيكسي العرجاء جدة صنهاج الملثمين، والتي أكدها بعد ذلك الأبفوكو، حيث أنه بعد أن استمع إلى روايات التوارق حول تنهنان قال إنها تيكسي العرجاء التي ذكرها ابن خلدون. تنهنان باللغة يعني لغة باللغة التركية كلمة من زوج كلمات مركبة، تين وإهانان. تين يعني إهانان، تين يعني صاحبة، إهانان الخيام يعني صاحبة الخيام. واصطلاحا يعني صاحب الخيام يعني تقول تنهنان ولا أجهن ولا ولتهن، يعني دليل عن الأصالة، إنسان لم يقول أصل يعني متأصل عن النسب، كناية عن النسب. أما من ناحية الأسطورية عن أسطورة تنهنان، فقصة تنهنان هي قصة أسطورية محضة. على كل حال يقول لك تنهنان ما كاش منها، هي تنهنان صح أسطورة، وكما يقولوا لي كونسيكونس تاعها سور لافي سوسيال باينين هاد الماترياركا. وكاين زوج حوايج اللي محال ينفوا تنهنان، هو وجود معلم كيما هذا اللي منفرد من نوعه كاع في الغدار، وثانية الكنز اللي لقاوه في هذاك الاخر، والهيكل العظمي اللي هو هيكل امرأة. والكنز هذاك اللي مرتبط بالاسطوره يخلوك باش يقول حتى ابن خلدون يتكلم في تاريخ الاسوار دي بربر تاعو على واحد المراه اللي اسمها تيكسي العرجاء، وحكايه تاع تنهنان تخلي تدخل جذور هذا الانتساب للام يرجع لتنهنان. كل مره يعاودوا ينسبوه. وفي الحياه اليوميه وفي الحياه الاجتماعيه نشوفوا بلي هذه الظاهره صح كاينه. هنا مكانه المراه مكانه عاليه في المجتمع التركي، سواء كانت في الإيراث ولا في المسؤوليات اللي عندها في الوسط العائلي. كل هذا الشيء خلوا أن المرأة التركية عندها مكانة عالية في المجتمع التركي. ظريف والنفون الهندس مرادوف ست باوين جات ظريف جيتنا الزينة. إن أصل التوارق ما زال يخضع لعدة فرضيات وأساطير ما زالت تستلزم الكثير من البحث والتدقيق. يقول البعض أن أسطورة تنهنان عادت إلى التاريخ مع مجيء الحاج أحمد البكري الذي كان أمينوكال على التوارق في ستينات القرن التاسع عشر، والذي أراد أن يكتسب شرعيته وامتياز قبيلته كالغلا بإرجاع جذوره إلى هذه الملكة. ولكن مهما قيل وأيا كانت الحقيقة، فإن تاريخ تنهنان أصبح جزء من شخصية التركي وعنصرا أساسيا من ثقافته اليومية. فتاريخ تنهنان
وعلاقته بتوارق لا يقتصر على الأساطير التاريخية والمعالم الأثرية المكتشفة فقط، ولكنه يمتد إلى الذات التاريخية نفسها، فهو عامل حاسم في تحديد العلاقات بين قبائلها. فالتمايز القبلي الذي كان موجودا وتقسيم العمل بين فئاتها ما هو إلا امتداد لذلك البعد التاريخي الذي يربطهم بتين هنان.